السلام عليكم حبايبي جريد 4 طلبة الفيرست تيرم. هنستكمل مع بعض lesson 2 part B، وهنتكلم عن المرة دي مش عن الانيمالز، هنتكلم عن البلانت adaptations. بس قبل ما نكمل ونبدأ هفكركم ان انتوا الناس اللي لسه ما اشتركتش يا ريت تروحوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وكومنت علشان ده بيساعدني ان انا استمر وانزل فيديوهات اكتر. خلونا نبدأ مع بعض. طبعا انا بشرح من كتاب المعاصر. اول سؤال مثلا لو بصينا في الصورة كده يبقى احنا النهاردة مش هناخد animals، هناخد plants. برافو. طيب هناخد ايه؟ Palm tree is adapted to grow and survive in rainforests. Habitat يبقى احط خط تحت palm tree واحط خط تحت rainforest. هل البالم تري بتعيش في rainforest؟ ها غلط، برافو، احنا شايفينها في الصورة بتعيش فين؟ في الديزرت. طيب هناخد كده plants have adaptations like animals. النباتات بتعمل adaptation زي الحيوانات to be able to survive in different environments. ها صح ولا غلط؟ صح، برافو. تعالوا كده معانا، انا عندي كلمة plants can grow in every place that sunlight shines. ركزوا معايا في الحتة دي كده. النباتات بتظهر او بتطلع او بتنمو في اي مكان موجود فيه الشمس، حتى لو المكان ده فين؟ في ال bottom of sea ice، لو حتى في قاع البحر المتجمد in polar region. خلاص، في المنطقة القطبية في البحر المتجمد، هناك هنلاقي في القاع بتاعته نباتات. خد بالك عشان بتجيلك في صح وغلط. يبقى انا هلاقي هناك نباتات، بس هل النباتات دي كبيرة؟ لا، ده انا هلاقيها اسمها ايه؟ tiny plants. يعني ايه tiny؟ tiny معناها small، معناها صغيرة جدا. خلاص اوكي، نركز في الجملة دي عشان بتيجي في صح وغلط. طيب كمان like animals, plants have structural and behavioral adaptations that help them survive and grow in their different environments. يبقى ده زي ده، البلانت زي الانيمالز، كل واحد فيهم عنده الادابتيشن بتاعه سواء structural او behavioral. هندرس النهارده مكانين، مكان اسمه Southern African Savanna ومكان اسمه Amazon Rainforest of Brazil. خلاص. طيب المكانين دول تقريبا عكس بعض كل حاجة. يبقى أنا المكان الأولاني اسمه Southern African Savanna اللي هو أفريقيا الجنوبية اللي بيطلق عليها سافانا. هناك هنلاقي نبات كده بيعيش هناك اسمه ايه؟ اسمه أكاشيا تري اللي هو شجرة الصنوبر. هلاحظ ان المكان ده موطن لمين؟ Southern African Savanna ده موطن لمين؟ يعني مين النباتات الأخرى اللي بتعيش فيه؟ أو الأرض ده بيسموها إيه؟ grassland يعني إيه؟ يعني الحشائش الصغيرة، العشب الصغير بيعيش هناك. with a mild temperature، درجة حرارة متوسطة. يبقى هناك النباتات دي بتعيش في درجة حرارة إيه؟ متوسطة. كمان بلاحظ إن المكان ده بيتميز بإيه يا ولاد؟ extreme lake of water. معناها ايه؟ معناها ان في هناك نقص في المياه، من الصعوبة ان انت تلاقي مياه هناك في المكان ده during the dry season. نركز كده. بيعيش هناك شجرة اسمها ايه؟ أكاشيا تري. والشجرة دي مش صغيرة الشجرة دي كبيرة، big tree. خلاص كده. وهلاحظ ايه كمان؟ ان الاكاشيا تري دي موجودة في الساذرن افريكان سافانا، بيعيش هناك نباتات اخرى. وهنلاحظ ان النباتات الاخرى دي most large plants can't grow in this habitat. خلاص، هنلاحظ ان معظم النباتات الكبيرة دي من الصعوبة ان هي تعرف تنمو هناك في البيئة دي. طب ليه يا ولاد؟ نفكر كده، يا ترى ايه الحاجة اللي في المكان ده بتخليه من الصعب ان يعيش فيه نباتات كبيرة؟ give reason. ليه؟
برافو. ها، لان في هناك due to drought conditions، بسبب حالات الجفاف اللي بتكون هناك، لان في هناك نقص في المياه. بس حالات الجفاف دي يا ولاد بتكون all the year، طول السنة، ولا بتكون شهور معينة في السنة؟ لا، شهور معينة، اللي هي ايه؟ lasts half of the year. half of the year اللي هو نصف السنة، يعني 6 months بس اللي بيكون فيها حالة الجفاف دي، والست شهور التانيين بيكون فيهم مية. فهمنا كده؟ دي بتجيلك في صح وغلط. يبقى أنا عندي في المكان ده Southern African Savanna المكان ده بيكون 6 شهور فيه مية و6 شهور فيه نقص مياه. اوكي، طيب تعالوا كده نروح للمكان التاني. اسمه ايه المكان التاني يا ولاد؟ اسمه Amazon Rainforest of Brazil. طيب المكان ده عبارة عن ايه؟ من اسمه كده هو ريني يعني ممطر، مكان الدنيا بتشتي فيه. يبقى المكان هناك صعب الاقي مية ولا سهل الاقي مية؟ ها، برافو، سهل الاقي مية. easy يعني سهل، easy to find water. خلاص، كمان هناك بيتميز المكان ده بايه؟ بان هو فيه strong winds، رياح قوية جدا. الشجرة اللي بتعيش هناك اسمها كابوك تري، والشجرة دي كبيرة. خلاص، اوكي. طيب هلاقي هناك ان من الصعب it's hard for some plants in this habitat to reach sunlight. ليه من الصعب على بعض النباتات هناك في المكان ده ان هي توصل لأشعة الشمس؟ صعب ان النبات يعرف يوصل هناك لأشعة الشمس. هكتب كده give reason. ليه من الصعب ان النباتات دي توصل لأشعة الشمس في المكان ده؟ فانا هقول ايه؟ هقول اجابتي due to، لأن أو بسبب due to the extra tall trees growing up to 70 meters tall. بسبب ان الاشجار هناك طولها يصل ل70 متر. فطبعا بص كده هنا مغطي على باقي الاشجار، يعني في اشجار طويلة مغطية على باقي الاشجار. فهمنا كده يا جماعة الفرق ما بين Southern African Savanna و Amazon Rainforest of Brazil. تعالوا نعلم على أهم الكلمات. طبعا Southern African Savanna والأمازون Rainforest علينا حفظ. كابوك تري drought conditions، lake of water، acacia tree mild temperature، strong winds. دي الكلمات اللي علينا نحفظها. طيب تعالوا بقى نروح ناخد ال structural adaptation of acacia tree and the behavioral adaptation of it. طيب هي الأول كده بصوا في الصورة، هي شكلها عامل ازاي؟ هي عبارة عن umbrella shaped tree، شكلها عامل زي الامبريلا الشمسية. طيب الأكاشيا tree is adapted to survive through many months of drought in its environment. طيب الهابيتات بتاعتها ايه؟ بتعيش فين؟ برافو، Southern African Savanna. طيب ال structural adaptation هناخد فيها 3 حاجات. أول حاجة، يبقى أنا هنا كده هكتب أول حاجة. خلاص، أول حاجة هي ال leaves، تاني حاجة هي ال trunk، تالت حاجة هي roots. يبقى أنا هنا أول حاجة يا ولاد هاخد ايه؟ leaves اللي هي الأوراق، والأوراق بتاعتها هثبت لكم برضو معلومة مهمة. أي مكان فيه نقص مياه أو صحراء مثلا، بلاحظ إن الأوراق بتاعة النبات ده بتكون صغيرة. أوكي، عشان بتجيلكوا في اختياراته في صح وغلط. الأوراق في أي مكان بتاع نبات بيعيش في صحراء أو في مكان فيه lake of water بيبقى فيه الورق بتاعها صغير جدا، يبقى tiny leaves grow on the top of the tree. لو بصيتوا لفوق هتلاحظوا ان الاوراق طلعت فين؟ في الشجرة من فوق، في الشجرة من فوق. اوكي، on the top of the tree. خلينا نكتب كده عليها give reason. ليه بقى الاوراق بتاعتها صغيرة؟ ها، to ايه؟ to hold in water، علشان تعرف تحبس المية جواها، تحبس المية جواها. خلاص، while soaking up sunlight
needed to make food. يبقى انا بعرف احبس الميه جواها واوصل لاشعه الشمس في نفس الوقت. اوكي، دي اجابه سؤال give reason. طيب عند الاوراق كمان فيها ايه؟ لو بصينا لها كده، الاكاشيا تري فيها sharp spines. sharp spines. اوكي، طيب هنلاحظ ان ليه هي عندها sharp spines. اي نبات عنده sharp spines يبقى علشان يبعد الحيوانات التانية عنه، علشان ما تاكلش الاوراق بتاعته. يبقى انا لو قلت give reason acacia tree has sharp spines around the leaves. ليه؟ يبقى اجابتي to prevent، يمنع. to prevent animals from eating these leaves، عشان امنع الحيوانات ياكلوا من هذه الاوراق. فهمنا كده الليفز. تعالوا ندخل فين؟ في الترانك. a very long trunk. طبعا الترانك اللي هو الجذع. خلاص اوكي، تعالوا نبص كده اللي هو المنطقة دي كده. ثانية واحدة، شايفين كده المنطقة دي كده؟ خلاص المنطقة دي كده كده، دي كده كلها، دي كلها قبل ما اوصل للاوراق دي اسمها جذع. اوكي، فانا عندي الترانك بتاعها طويل. اوكي، ليه برضو علشان الحيوانات ما تعرفش توصل لها. give reason why. علشان ايه؟ most animals can't reach its leaves. ما يعرفوش يوصلوا لأوراقها. دي ينفع اكتب يا مثل الإجابة الأولانية دي؟ ينفع to prevent animals from eating these leaves. ومين الحيوان الوحيد اللي بيجيلك في الاختيارات او بيجيلك في complete اكمل وانت تكتبه ان هو بيوصل للورقة بتاعتها؟ برافو، الزرافة. خلاص اوكي، جيراف اللي هي الزرافة هي الوحيدة، الحيوان الوحيد اللي بيوصل. تعالوا هنا، دي مقارنة ما بين الأكاشيا تري وما بين همب اللي موجود في الكامل. ايه العلاقة ما بين الأكاشيا تري وسنام الجمل، الهامب ان ذا كامل؟ أول حاجة إن الترونك بتاع الأكاشيا تري، الجذع بتاعها بيخزن بيخزن مية. معلومة مهمة جدا، يبقى الجذع ده بيخزن ميه لان هناك مفيش ميه، فلما يبقى في ميه في اي وقت هي بتخزن الميه جوه الترانك بتاعها. طيب اما الهامب ان ذا كامل بيخزن ايه يا ولاد؟ بيخزن فات. اوكي، فهمنا الفرق ما بينهم. طيب تالت حاجه يا ولاد، هناخد روت اللي هو الجذر اللي هو اللي في الصوره عندك ده كده، والجذر بتاعها بيكون طويل، وبسمي الجذر بتاعها تاب روت، وشكل التاب روت عندك اهو. يبقى اسم الجذر بتاع الاكاشيا تري ايه؟ تاب روت. وتاب روت معناها جذر رئيسي. اوكي، طيب التاب روت ده المفروض ان هو يكون طويل ليه؟ يعني ليه التاب روت ده طويل؟ خلاص give reason. التاب روت ده طويل very long علشان يعرف يوصل للميه، لان هو في مكان مفيهوش ميه. يبقى to search for water. اهي الاجابه اهي to search for water. خلاص كده. لو انت مش فاكر كلمه search for ممكن تكتب to find water. خلاص، ممكن يصل طول التاب روت ده لايه؟ 35 meters below the soil surface. اوكي، بيوصل طوله ل 35 متر. طيب فهمنا يا جماعه الثلاث حاجات الستراكتشرال بتاعت الاكاشيا تري. تعالوا ندخل في مين؟ في البيهيفيرال ادابتيشن بتاعها. والبيهيفيرال ادابتيشن بتاعها سلوك الاكاشيا تري بتعمله عشان تحافظ على الورق بتاعها وتحافظ على الشجره بتاعتها. بتعمل حاجتين هلخصهم لكم في ان هي بتعمل حاجتين. اول حاجة ان هي بتعمل ايه يا ولاد؟ بتنتج السم. اوكي، it produces a poison. تاني حاجة بتعمل ايه؟ بتعمل it sends a smelly message، رسالة ذو رائحة، رسالة فيها ريحة عبر الرياح. ماشي، طيب يبقى اول حاجة هيقول لك what happens if the acacia tree feels
itself in danger، اول ما بتحس ان هي في خطر او حد جاي ياكلها بتعمل حاجتين. بتعمل ايه؟ produces a poison when an animal begins eating its leaves. اول ما الحيوان يبدأ ياكل الورقة بتاعتها بتروح مطلعة poison. ليه بقى؟ ليه بتطلع poison؟ اكتب لي هنا كده give reason. ليه بتطلع poison؟ الإجابة بتاعتنا to make the leaves taste very bad to keep animals away. يعني ايه to keep animals away يا ولاد؟ علشان تخلي الحيوانات بعيدة عنها. اوكي، يبقى مين النبات اللي بيعمل poison عشان يخلي الورقة طعمها وحش؟ الأكاشيا تري. طيب كمان بتعمل ايه؟ بتطلع سميلي مسج. السميلي مسج دي يعني ريحة بتطلع من الشجرة دي بتمشي خلال الويند، الرياح. خلاص، طيب انا عايزة اعرف ليه هي بتعمل كده؟ ليه بتطلع رسالة ذو رائحة عبر الرياح؟ give reason. علشان ايه يا ولاد؟ علشان تحذر يعني warn other acacia trees nearby telling them to start making the same poison. علشان تحذر الشجر الأكاشيا تري التاني ان هو يطلع نفس السم اللي هي طلعته، عشان معنى كده ان الانيمالز هتاكلها وهتروح تاكل الاشجار التانية. اوكي، فهمنا يا جماعة الحاجتين دول؟ يبقى producing a poison و sending a smelly message، الحاجتين دول behavioral adaptation of acacia tree. تعال نشوف الكلمات اللي احنا هنحفظها. tiny leaves، sharp spines، طبعا كلمة send سهلة، trunk جذع، produce ينتج، smelly message، tap root كلمة مهمة جدا جدا جدا، poison يعني سم. طيب الشجرة التانية بتاعتنا اللي هي الكابوك تري. كابوك تري معناها ايه؟ معناها شجرة الكابوك، ودي بيكون شكلها برضو شبه الامبريلا. وبتعيش فين؟ بتعيش في مكان اسمه امازون رين فورست اوف برازيل. هناخد عنها ايه يا ولاد؟ هناخد عنها شوية حاجات. زي ايه مثلا؟ اول حاجة الليفز بتاعتها، الاوراق بتاعتها. الاوراق بتاعتها شبه ايه؟ هاند شيبد ليفز، يعني الورقة بتاعتها شبه الايد. بص كده في الصورة دي اهي، شبه الايد. اوكي، والجزء ده كده، الجزء اللي انا بشاور عليه ده كده، ده نارو بارتس، يعني اجزاء ضيقة ما بين الاوراق. ليه بقى؟ ليه عندها الورقة بتاعتها شبه الايد؟ هكتب هنا give reason. مش ده مكان reinforced؟ خلاص، يعني في ايه؟ في رياح قوية في المكان ده، ماشي. يبقى انا اجابتي ليه انت شبه الهاند؟ علشان الهواء ياخدها كده ويروح ويجي بيها من غير ما تتكسر. يبقى انا اجابتي to allow wind to move more gently، علشان ايه؟ يتحرك كده بخفة كده. اوكي، فما يحصلش كسر المين للورقة. اوكي، طيب تعالى نروح لمين؟ للروتس، للجذور بتاعة الكابوك تري يا ولاد. هسميها برضو اسم مختلف زي ما سميت جذور الاكاشيا تري تاب روت. هسمي جذور الكابوك تري ايه؟ بوترس روتس، اللي هي الجذور الداعمة. اوكي، والجذور دي بتكون كبيرة large wide roots، كبيرة وتخينة. اوكي، زي اللي عندك في الصورة دي كده، شايف الصورة؟ وهنلاحظ ان كل الجذور، كل النباتات بتنمو لأسفل downward. يعني الأكاشيا تري كانت تبرد بينمو لأسفل downward. هنا في الكابوك تري، الكابوك تري الروت بتاعتها بتنمو لأعلى up. اوكي، يبقى انا لو جيت اقرا كده buttress roots are not planted deeply in the ground but they grow high up. لأعلى، بتنمو لأعلى on its trunk، على الترنك بتاعها. يبقى الجذور بتطلع كده تلف من تحت تطلع لفوق، تنمو لفوق. ليه؟ اكتب لي كده هنا give reason why ليه الروتس بتاعت الكابوك تري بتنمو لأعلى؟ لان طبعا المكان ده الدنيا بتشتي فيه، فالارض رطبة، الارض فيها طينة فيها مية. فعلشان اعرف اتثبت كويس لازم ايه؟
لازم يكون عندي الروتس بتاعتي تلف حول الترانك فتمسك الشجرة كويس تثبتها. يبقى الإجابة to hold the tree. to hold يعني يمسك the tree firmly يعني بقوة. in the soggy soil. soggy soil اللي هي الأرض الرطبة، الأرض اللي فيها مية. اوكي، ممكن اسميها wet muddy soil. يبقى soggy soil هي wet muddy soil. عرفنا ليه البوترس روتس بتنمو الأعلى. طيب بيقولك البوترس روتس can start up to 5 meters above the ground. يبقى البوترس روتس طولها قد ايه؟ بتبدأ من 5 متر فوق الأرض مش تحت الأرض. اوكي طيب تالت حاجة هناخدها السيدز، البذور بتاعتها. بصوا كده في الصورة اهي البذور هي الجزء اللي في النص ده كده. اوكي الكابوك تري هاز، ركز معايا، fluffy yellow seeds بذور fluffy yellow seeds يعني بذور لونها اصفر خفيفة كده. اكتب لي عليها جيب ريزون، يا ترى هي ليه بذورها خفيفة؟ fluffy yellow seeds يعني بذور صفراء خفيفة. ليه؟ عشان الرياح تعرف تشيلها بسهولة، تنقلها من شجرة للتانية. يبقى to be easily carried by wind. لو عايز تكتب إجابة تانية ممكن تقول ايه؟ so the wind can carry them. علشان ده اختصار للإجابة يعني اللي عندك في الكتاب، علشان الرياح تعرف تشيل البذور دي. خلاص so the wind can carry them. يبقى احنا عرفنا هي ليه خفيفة. يبقى انا لو قلت لك الفلافي يلو سيدز دي structural ولا behavioral للكابوك تري؟ ها برافو structural، لان هي في حاجة في جسم النبات. طيب نيجي نروح ناخد ايه؟ نروح ناخد البيهيفيرال ادابتيشن بتاع الكابوك تري، ودي مهمة جدا. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الزهور بتاعتها ريحتها حلوة. اوكي الزهور بتاعتها ريحتها حلوة، وريحتها حلوة في اوقات معينة، يبقى ده سلوك هي بتعمله. اوكي فانا هكتب كده جيب ريزون. يبقى الفلاورز بتاعتها ريحتها حلوة. اوكي سلوك هي بتعمله علشان تجذب. يبقى انا قلت لك جيب ريزون ليه ريحتها حلوة. delicious smelling flowers to send messages. ممكن اختصرها. اوكي انا هختصرها لكم، ممكن اقول to على طول to attract bats towards it، علشان تجذب الباتس الخفافيش وتروح تقف عندها. يبقى انا اللي يهمني هنا ان كلمة delicious smelling flowers معناها زهور ريحتها حلوة، ريحتها مميزة، بتجذب بها مين؟ الباتس. اوكي فهمنا كده الكابوك تري والاكاشيا تري. علينا كلمات تحت ايه يا ولاد؟ علينا بوترس roots fluffy delicious smelling flowers and soggy soil تربة رطبة firmly يعني بحزم gently يعني بلطف. تعالوا كده نحل الأسئلة دي يا ولاد. check your understanding choose the correct answer. sending a smelly message لشجرة مين؟ الأكاشيا تري. to warn عشان تحذر. الأكاشيا تريز ده يعتبر ايه؟ ركز معايا كده. كلمة only ده هي اللي في الاختيارات. طبعا انا بقرا الجملة بحط تحت الكلمة اللي انا عارفاها خط، وبشوف الاختيارات اللي عندي بعمل غلط، بقرأ كل واحدة واعمل غلط على الغلط واعمل صح على الصح لحد ما بوصل للإجابة. يبقى انا لو شفت only structural only يعني فقط. خلاص كده. طبعا انا عايزه اعرف مادام في نقط وبعدها كلمة adaptation يبقى هو عايزني يا اما اكتب structural يا اما behavioral. هل ينفع الاتنين مع بعض؟ يعني هل تنفع كلمة both structural and behavioral؟ ما ينفعش حاجة تبقى الاتنين مع بعض، يا اما كده يا اما كده. اوكي يبقى دي غلط. طب كلمة neither nor يعني لا كده ولا كده تبقى برضو غلط. يبقى انا فاضل لي only structural و only behavioral. هي بتعمل ايه؟ smelly message. السميلي مسج دي كانت ايه؟ كانت ايه يا ولاد؟ كانت only behavioral. اوكي طيب a structural adaptation of كابوك تري. انا عايزه structural adaptation للكابوك تري. امشوا معايا بالراحه. has delicious smelling flowers الزهور ريحتها حلوه. لا ده دي كانت behavioral. ماشي
طيب it has sharp spines أشواك حادة. لا دي كانت structural وما كانتش للكابوك تري، دي كانت للأكاشيا تري. has a long tap root، لا دي structural وكانت للأكاشيا تري. أمال عندها ايه؟ it has buttress roots، فعلا دي ايه؟ دي اللي صح، وكانت structural of كابوك تري، يبقى أنا هختار دي. اخر حاجة في درس النهاردة هناخد النباتات الاخرى. النباتات الاخرى زي مين يا ولاد؟ ركزوا معايا الاول عشان انا عايزة اقول لكم حاجة. العلماء اللي بيدرسوا النبات، يبقى انا عندي هنا علماء scientists اللي بيدرسوا النباتات اسمهم ايه؟ بوتانيست. اوكي، اسمهم ايه؟ بوتانيست. دي كلمة عليك حفظ، يعني عالم في علم النبات. هناخد 5 اشجار او 5 نباتات. اول نبات فيهم اسمه ايه؟ مانجروف تري. مانجروف تري بيعيش فين يا ولاد؟ في السولت ووتر، في المية المالحة. طيب عنده ايه؟ عنده long and strong roots، عنده جذور طويلة وقوية. انا عايزة اعرف ليه عنده جذور طويلة وقوية؟ الاجابة اهي to ايه؟ to resist، عشان يعرف يقاوم the water waves، أمواج المياه. طبعا ده ايه؟ دي مية اهي وبيعيش في السولت ووتر، يبقى فيه هناك water waves. دي شجرة مين؟ شجرة المانجروف. طيب تعالى لتاني شجرة. اوكي، شجرة اسمها حلوة اوي الشجرة دي، اسمها ايه؟ water lily. طبعا بحفظ الشجرة باسمها. بتعيش فين؟ الهابيتات بتاعتها ايه؟ wetland خلاص، او اسمها فريش ووتر خلاص. يبقى انا هعلم على الكلمتين دول تحت. wetland اهي يعني ارض رطبة، او بسميها فريش ووتر يعني ايه؟ المية العذبة. اوكي، عندها white floating leaves. يعني ايه white floating leaves؟ white يعني متسعة أو كبيرة، عريضة. اوكي، floating يعني بتطفو، leaves يعني أوراق، يبقى عندها أوراق عريضة بتطفو على المياه. ليه؟ زي ما انت شايف في الصورة. يبقى أنا هاجي هنا وهكتب give reason ليه عندها كده. الإجابة أهي. يبقى to absorb يعني يمتص a large amount of sunlight. يبقى من الشجرة اللي بتكون الأوراق بتاعتها عريضة عشان ايه؟ عشان تمتص أكبر قدر من أشعة الشمس. water lily. اوكي، water lily معناها ايه؟ معناها زنبق الماء أو زهرة اللوتس. طيب تالت نبات معايا النهاردة يا ولاد اسمه ايه؟ اسمه باين تري. طيب الباين تري ده بيعيش فين؟ بيعيش في السنو. طيب شكله عامل ازاي؟ triangular shape، شكل مثلثي، والبرانشز بتاعته قصيرة short branches. دي لوحدها كده انا عايزة اعرف ليه. give reason ليه شكلها مثلث والفروع بتاعتها قصيرة. اجابتنا هتبقى ايه؟ اجابتنا هتبقى to allow the snow، عشان تسمح للتلج to slide easily over it، عشان التلج ينزل كده بسهولة من على الجنبين من غير الفروع بتاعتها ما تتكسر. اوكي، طيب عندها ايه كمان؟ الورقة بتاعتها needle leaves يعني ورقة مدببة او ابرية، شبه الابر زي ما انت شايف في الصورة كده. اكتب لي على الحتة دي give reason ليه الورقة بتاعتها مدببة أو شبه الإبر. ليه؟ to prevent the loss of water، عشان يمنع فقد المياه. اوكي، طيب رابع حاجة يا ولاد معايا، رابع حاجة palm tree. طبعا الباين تري اللي كانت فوقها ده اهي اللي هي اسمها شجرة الصنوبر. اما البالم تري شجر النخيل وده بيعيش فين؟ في الديزرت، وعنده thick roots and small leaves. ركز معايا كده. يبقى البالم تري شبه مين؟ شبه الاكاشيا تري لان عنده small leaves او tiny leaves، الورقة بتاعتها صغيرة
البالم تري الجذور بتاعتها تخينة او كبيرة، اكتب لي عندها كده give reason. انا عايزة اعرف ليه الجذور بتاعتها تخينة. علشان الصحراء بالليل بيكون فيها ايه، او الصحراء ساعات بيكون فيها ايه، ساعات بيكون فيها strong winds، رياح قوية، فهي بتقاومها. يبقى انا عندي شجرتين يا ولاد في الصفحة دي، خليني كده اصور. انا عندي شجرتين في الصفحة دي بيقاوموا حاجتين مختلفين عن بعض. شجرتين دول مين؟ المانجروف تري والبالم تري اللي تحت. المانجروف تري والبالم تري. المانجروف تري بتقاوم ايه؟ الووتر ويفز، امواج المياه، خلاص، لان هي بتعيش في الميه المالحه. اما البالم تري بتقاوم السترونج ويندز لان هي بتعيش في الصحراء. اوكي، اخر نبات معانا النهارده نبات، خلينا بس ناخد الكلمات الاول. بوتانيست يعني عالم نبات، ريزيست يعني يقاوم، ووتر ليلي اللي هو زنبق الماء او اللوتس، باين تري يعني شجرة الصنوبر، مانجروف تري شجرة المانجروف، ووتر ويفز امواج المياه، ويتلاند احنا قلناها ارض رطبة، بالم تري شجر النخيل، نيدل ليفز اوراق ابرية. طيب اخر نبات معانا النهارده يا ولاد اسمه ايه؟ باربري فيج. باربري فيج اللي هو التين الشوكي، بيعيش فين؟ في الديزرت. انتوا شايفين شكله عامل ازاي؟ عنده شارب سباينز، ودي يعتبر structural adaptation. والكفر بتاعه القشرة بتاعته من بره بتكون طف يعني ايه؟ يعني قوية، او من الصعوبة ان انت تعرف ايه تقشر. اوكي، طيب عايزين نكتب ليه بقى، ليه give reason. ليه هو عنده sharp spines؟ انا قلت لك ان اي حيوان عنده sharp spines، يبقى عنده ليه؟ علشان يمنع الحيوانات ان هي تاكل منه. to prevent animals from eating its leaves and fruits. اوكي، تعالوا بقى نختصر الكلمتين دول في حاجتين مهمين جدا بيقولك في صح وغلط. all يعني كل النباتات عندها ايه؟ عندها roots جذور، stems او trunks اللي هي الجذع او الساقان، وعندها leaves يعني اوراق. اوكي، طيب انما النباتات بتختلف فيما بعضها، differ يعني يختلف، بيختلفوا مع بعض في ايه؟ يعني هم عندهم الثلاثة دول، لكن بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في الشكل، سوري في التركيب structure and shape، في الشكل بتاع ايه؟ بتاع الروتس وبتاع الستم وبتاع الليفز. ليه؟ عشان يعرفوا يتكيفوا في البيئة اللي هم عايشين فيها. يبقى اي نبات لازم يكون فيه الثلاثة دول، roots stems leaves. اوكي، ولكن الاختلاف بيكون فيما بينهم في ايه؟ في شكل وتركيب الثلاثة دول. اوكي، فهو بيقول لك what happens if plants were placed in different environment. لو انا خدت نبات، عندك في الكتاب الجديد نفس السؤال بس يعني بمعنى اخر. اوكي، هو نفس المعنى بس مكتوب بطريقة تانية. بيقول لك ايه اللي هيحصل لو انا خدت نبات ورحت شلته وحطيته في بيئة تانية، ايه اللي هيحصل له؟ هتقول ان these plants النباتات دي may يعني ربما، may die or may adapt. خلاص، ممكن اختصر لك الاجابه دي، ممكن اقول they، دي عايزه على النباتات، they may adapt ممكن تتكيف or او تموت die. خلاص، they may adapt or die. اوكي، ممكن تتكيف وممكن تموت. طيب عندنا check your understanding. palm tree شجرة النخيل عندها short roots and big leaves. palm tree عندها كده، برافو، يبقى غلط. طيب ووتر ليلي بتعيش في السولت ووتر؟ لا، يبقى غلط، برافو. طيب mangrove tree has long and strong roots to help plant resist. تقاوم ايه بقى؟ اركز في المنطقة دي لان في حاجتين بيقاوموا حاجتين مختلفين. يبقى المانجروف تري بتقاوم الووتر ويفز، برافو، صح. طيب وصلنا كده لنهاية الدرس التاني، وكده علينا ايه يا ولاد؟ هنروح للكتاب التاني بتاع المعاصر اللي هو اسمه The Assessment Book، وهنحل فيه Self Assessment number 2. اوكي، طبعا علينا الكلمتين دول
اللي انا اعلم لكم عليهم. بربريفيك يعني التين الشوكي، بريفنت يعني يمنع. اوكي. احنا الحمد لله انتهينا خلاص من الدرس التاني. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الحصة، ويا ريت تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتعملوا لايك وكومنت، وتكتبوا لي انتوا عايزيني اشرح لكم ايه، وتكتبوا لي ملاحظاتكم على الشرح، ولو محتاجين ان انا احل معاكم اي اسئلة اكتبوا لي في الكومنتس. ومع السلامة.